السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد من أخبار كرة القدم نيوز سبور. نبدأ الآن هذا الخبر المهم جدا: رحيل ميسي إلى مانشستر سيتي مجرد أكذوبة. نعم، مانشستر سيتي يمتلك المال لكن لا يمتلك القوانين أيضا. بالطبع هي المسألة الأكثر حساسية في البيت الكتالوني، على الرغم من عدم حسم برشلونة لأمور الميركاتو المعلقة، لكن تبقى مسألة الحفاظ على نجم الفريق الأول ليونيل ميسي في صدارة الأجندة الإداري الفريق. عقد ميسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط أخبار تفيد برغبة ملاك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تفعيل الشرط الجزائي في عقد البرغوث في برشلونة والظفر باللاعب، كما فعل باريس سان جيرمان قبل أسابيع مع نيمار دا سيلفا. وازداد الضغط على كاهل إدارة البلاوغرانا بعد انتشار تلك الأخبار، خاصة أنها أتت في وقت يمتلئ فيه أدمغة بارتوميو فرنانديز وبقية المجلس بتعزيز صفوف الفريق عبر صفقات الشبه مستحيلة كوتينيو وديمبلي. وأشارت تقارير إسبانية صادرة اليوم الأحد إلى نفي إدارة فريق مانشستر سيتي نيتهم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، وأن ما أشيع في وسائل الإعلام الفرنسية وبالتحديد قناة بلاس ما هو إلا محض شائعات. من جهته فإن النادي الإنجليزي أنفق هذا الصيف ما يقارب 220 مليون يورو، وهو الأمر الذي سيجعل مهمة التعاقد مع ميسي من ضروب المستحيلات، حيث يبلغ الشرط الجزائي 300 مليون يورو، وهو ما سيمكن قوانين اللاعب المالي النظيف من العزف بالسكاي بلوز. بدوره فإن ميسي لم يقم بتجديد عقده حتى الآن، على الرغم من تأكيدات الصحف الكتالونية بشكل مستمر أن اللاعب سيوقع قريبا على عقد طويل أمد مع برشلونة، حيث أثيرت التكهنات حول مستقبله، خاصة بعد حالة التخبط التي يعيشها الفريق. هذا هو نهاية الفيديو، أراكم في فيديو آخر، مع السلامة.